خليني ساكته. ليه يا يا ميار؟ حاجه ميار بس والنبي ليه؟ يا بوسي، بس عايزين بس نسمع رايك في موضوع سيبيهم قاعدين في الحموات. لا لا لاند كلهم. انا تعبانه ووشي واجعني مش قادره يعني انا متكعوره على وشي من امبارح يا جماعه، فما تاخدوش في بالكم. كلهم إحنا فجاه بقوا عايزين رأيك. ملايكه، خدتي بالك؟ لا لا، والجناحات حاطينها في دولاب. حمات مين يا ماما؟ ده قال لي قال لي مرات الابن حماتك تحبك، قال يمكن اتهبلت. ما هي مش هتتغير يا ما ميار. هي يعني هي عمرها ما هتحبك ابدا. بصوا انا تحضرني مثل فظيع. عيله قاعدين على سفره، البنت وجوزها والولد ومراته. قامت امه قالت لمراته ايه؟ وسعي كده شويه، انت مالك كاتمه على نفسه، خليه يعرف ياكل. وقالت لجوز بنتها ايه؟ يا اخويا خد مراتك كده، قرب منها شويه، دفيها، الدنيا برد، واكلها بايدك. هي المنطق مش خلاص هو كده. مين فيهم اللي قريبه؟ محدش عارف. لكن الحما ليها دماغ. يعني انا عندي ولد اوكي، مش متخيله وابقى كذابه لو قلت والله مستحيل اقدر بعد ما اديت عمري كله لابني، وانا ربيت ابني يعتبر لوحدي بقى، ربنا يخليها لي امي طبعا هي الموضوع، بس يعني ابني انا كنت ليه ام واب. مش ممكن واحده تيجي الرب يا خايبه للغيبه، تيجي تاخد حاجتي كده على الجهز، تيجي تاخد ابني كده على الجهز، تيجي هي تبقى خارجه هي وابني وانا قاعده اسقف للتورته. لا ده صعب، مش عارفه، مش هقدر. يعني بصراحه انا بطفش عروسات من محمد من دلوقتي. ايه ده؟ انت هتبقي حما صعبه انا قوي. حما يعني الله يكون في عونها قبل ما تيجي. الله يكون في عونك يا محمد، ده انت هتعاني. وتقولي لي انا بحبك، بتحبي انا ما بحبك. طيب بصي بقى، عايزه اقول لكم ان ميار نوعيه من انواع الحموات الصعبه اللي هم موجودين في المجتمع بالفعل، اللي هي عندها الولد الوحيد. دي فعلا بتحب ابنها جدا هي دي هتبقى حما صعبه. فانا بعذر الست ده لان هي بتحس ان ده ابني الوحيد، فجت واحده بقى خدته مني بعد ما كل حاجه ماما، بخرج مع ماما، بعمل كل حاجه مع ماما. فانا بحس ان الست دي لما بتبقى حما بتبقى معذوره. لكن انا بقى على المستوى الشخصي بشوف ازاي تعاملي حماتك. على المستوى الشخصي انا الحمد لله ربنا رزقني بحما هي صاحبتي، سنها صغير، قريبه مني في السن، فاحنا دماغنا متشابهه، ارائنا متشابهه، بنخرج مع بعض، ننزل نقعد في الكافيه مع بعض، نعمل شوبينج مع بعض، بنقترح اكلات مع بعض. فالحمد لله الحمد لله دي نعمه من عند ربنا. ولكن انا شايفه الروشته ازاي نعامل حمواتنا بقى. مبدئيا اول حاجه انك لازم تكتشفي شخصيتها. يعني تبقي اول ما تتخطبي كده يا شيرين تقعدي كده ساكته خالص، وتبتدي زي المغناطيس تتجمعي كل المعلومات وكل الحاجات اللي حماتك بتحبها. بلس بعد كده بشويه تبتدي كل حاجه حاضر نعم نعم حاضر، لحد ما تكتشفي شخصيتها. عرفتي تصاحبيها اهلا وسهلا، لان في الاول في الاخر تعتبري ان الست دي هي زي امك، فانت بتراعي ربنا فيها. طلعت هي بقى لا قدر الله ربنا رزقك في اكيد في حموات كويسه وفي حمات مش كويسه، شخصيه مثلا صعبه او متسلطه او غيوره على ابنها، فانت تعملي ايه بقى؟